هذا المكان مليان رعب، مليان موت، ريحة الموت عم نشمها بكل مكان. سجن صيدنايا، الأقبية الانفرادية. أنا بس بدي قبل ما أفرجيكم هاي الأقبية اللي ما ممكن حدا يعيش فيها حتى لو كان بدون تعذيب. الريحة اللي عم نشمها ريحة الموت، ريحة الدم، ريحة ما طبيعية أبدا. بدي أحكي قبل ما أفرجيكم هاي الأقبية لكل الناس اللي قالوا لنا كنا عايشين، ليش عملتوا ثورة خربت البلد وما بعرف إيش. رح فرجيكم كيف كنا عايشين، كيف كنا عايشين بهاي الأقبية اللي كان ينحط فيها 20 أو 30 معتقل بهذا المكان الصغير. وهذا المكان اللي ما ممكن يصلح لعيش حدا. هذا أحد الطوابق الموجودة بسجن صيدنايا. هي العيشة اللي كنا عايشينها، والجانب اللي ما بيصدروا الإعلام لإلكن، اللي ما بيخبركن إنه في سوريين عايشين هيك بدون أي ذنب. في ناس من سنين، من عشرات السنين عايشين بدون أي ذنب بهذا المكان. ما نحسن أتقدم من يعني الرائحة والأشياء الموجودة. كان في بشر هون، كان في أولادنا موجودين هون. تم تحرير أغلب أو قسم من المعتقلين، آلاف المعتقلين اللي كانوا موجودين بهي الطوابق. العمل حاليا من قبل فرق الدفاع المدني وإدارة العمليات العسكرية وفرق الإنقاذ على محاولة البحث عن معتقلين أو مفقودين تحت الأرض. لهيك أنا بدي وجه نداء هون من أسوأ منطقة على وجه الأرض، من أكثر مكان سوءا على وجه الأرض. بدي وجه نداء لكل الفرق الدولية المختصة بهذا الشأن. نتمنى إرسال الطريق من لبنان مفتوح. خلال 12 ساعة بتكونوا موجودين عنا على بيروت، على سوريا، على دمشق. بتكونوا موجودين عنا. مئات آلاف المدنيين السوريين بمحيط سجن صيدنايا، والطرقات مغلقة لأنه الأهالي، أي حدا عنده أمل إنه يلاقي ابنه عم يجي ليحاول يبحث عنه. لتكملوا فرحة هدول الناس، لتكملوا أمل هدول الناس. بتمنى أنه تسمعوا صوتنا. متحدة، فرق دولية مختصة، أي حدا مختص بفتح السجون اللي تحت الأرض، بتمنى أنه يسمع نداء مئات الآلاف السوريين اللي متجمعين. بتمنى أنه توصل رسالتي. بتمنى أنه يتم إنقاذ هدول الناس بأسرع وقت، ويجتمع كل معتقل مع أهله، مع أحبابه.